السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة هنتكلم عن تنظيم الوقت لربة المنزل، سواء بقى انتي مش بتشتغلي او سواء انتي بتشتغلي من البيت. النهاردة هنتكلم في كل التفاصيل ديت وهقولك على اهم النصايح اللي تقدر تساعدك لو انتي بتشتغلي كمان من البيت. فهاتي بقى ورقة وقلم وحاجة دافية تشربيها ويلا بينا نبدأ على طول. اولا لو انتي ما كنتيش شفتي الفيديو بتاع تنظيم الوقت للمرأة العاملة، انصحك ان انتي تشوفيه. هسيبلك اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت. هيفيدك جدا ان في نصايح مختلفه عن النصيحه اللي انا هتكلم عنها النهارده، وكله هيفيدك برضك في الاول وفي الاخر. دي اول حاجه. فلما كنتيش شفتيه بقى روحي شوفيه، وبعدين تعالي ارجعي شوفي الفيديو هنا تاني. وتاني حاجة، لو انتي مش بتشتغلي لازم تتعلمي مهارة تجيبي منها فلوس تكون مصدر دخل ليكي. وانا كنت عملت فيديو ل10 افكار تقدري تجيبي منهم فلوس من البيت من غير ما تنزلي تشتغلي خارج البيت. برضك لو ما كنتيش شفتي الفيديو ده روحي شوفيه علشان برضك هيساعدك جدا في الفيديو ده. ويلا بقى نبدأ. وأول نصيحة هنصحها لك، اصحي بدري. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فده معناه ان صحيان بدري فيه بركة، فعلا فيه بركة. اليوم اللي انت بتصحي فيه بدري بتقدري تنجزي مهام كتيرة جدا، غير اليوم اللي انت بتصحي فيه مثلا بعد الظهر او بتصحي فيه متأخر. وهنا هنقسم المهام بتاعتنا على 3 فترات: الفترة الصباحية وفترة ما بعد الظهر لحد المغرب اللي هي الفترة اللي في النص، والفترة المسائية. انا مش حابة اقسمها بالساعة وبالثانية علشان ما بقاش حاطة ضغط عليا او ستريس، او اكون في ضغط عصبي ان انا ما لحقتش اخلص زي ما انا عاملة في الجدول، وابتدي ان انا اقول ان انا فاشلة ومش عارفة اعمل حاجة. تمام. فالفترة الأولى اللي هي الفترة الصباحية أنا بسميها وقتي يعني ده الوقت بتاعي اللي أنا بشتغل فيه على نفسي، اللي هي ما قبل يعني من اول ما تصحي لحد قبل الظهر. لو قدرتي تصحي بدري، كل ما تصحي بدري كل ما تقدري تشتغلي على نفسك اكتر. دراستك بقى، بتقري قرآن، بتقري كتاب، بتتمرني. لو انت بتدرسي بتشوفي الدراسة بتاعتك، لو انت بتتعلمي تعلم ذاتي لوحدك، لو انت بتشتغلي، لو عندك شغل بتعمليه من البيت، فهيكون الوقت اللي هو قبل الظهر بنخلص فيه الحاجات الخاصة بيا انا، بشخصي انا، سواء مهارة بتعلمها لو انا ما بشتغلش، او لو انا بشتغل فبخلص شغلي بالنهار. طيب الفترة التانية اللي هي ما بعد الظهر لحد بعد المغرب، الفترة دي انا بسميها بيتي واولادي. خلاص انا اوريدي اشتغلت على نفسي وعلى شغلي وكل حاجة ليها علاقة بيا انا بالنهار، وانا تركيزي كويس. فالفترة دي بقى بتكون خاصة بكل اعمال البيت والولاد. فبقوم بقى بروق البيت بتاعي، بقوم مثلا ان انا بعمل اكل، بحضر اكلي، بشوف بقى مذاكرة اولادي، لو عندهم مذاكرة واحنا ايام دراسة، لو احنا في اجازة بقعد معاهم بشتغل على المهارات بتاعتهم. بنقعد نتكلم مع بعض، بنلعب مع بعض، بنشوف بقى كل المهام اللي ليها علاقة بالبيت والتنظيفات والأولاد بخصصها في الوقت ده. طيب بعد كده هوت اللي هي الفترة المسائية اللي هي الفترة الثالثة، أنا بسميها وقت الراحة أو المكافأة. ليه؟ لأن أنا خلاص طول اليوم اشتغلت على نفسي كتير، والشغل اللي أنا بشتغل على نفسي ده لعلمكم مرهق جدا. يعني أنت عشان تتعلمي مهارة أو تتمرني أو تجبري نفسك على قراءة كتاب أو حفظ قرآن، كل ده مجهود. فالوقت ده بقى انا بخصصه مكافأة ليا على المجهود اللي انا بعمله سواء في بيتي وولادي او في تطوير نفسي. فبعمل بقى سكين كير لنفسي، بعمل روتين خاص بنفسي، بعمل تدوين، بعمل امتنان، بحدد المهام بتاعتي بتاعت تاني يوم. فانا بحاول ان انا افصل علشان اقدر يبقى عندي طاقة لتاني يوم. طيب نصايح مهمة جدا لو انت بتشتغلي من البيت: حاولي تفصلي. يعني ايه تفصلي؟ يعني حاولي تفصلي مهام البيت عن مهام الشغل. موضوع شغل البيت ده سلاح ذو حدين، يعني هو ميزه وعيب في نفس الوقت. ميزه انك انت مش بتضطري بقى تضيعي وقت كبير بره في الشارع، ولكن عيب لو انت خليتي يومك كله شغل ونسيتي بقى الولاد. يعني عملتي خلط بين البيت وبين الشغل، خليتي يومك كله شغل ونسيتي البيت والولاد. او عملتي العكس، ان انت مهتميه جدا بالبيت والولاد وتاركه الشغل جدا ومهمله فيه. فما تخليش يومك كله شغل ولا يومك كله بيت، خصصي وقت محدد للشغل. تبقي انت عارفه مثلا انا من الساعه كذا للساعه كذا يوميا هقعد اشتغل، سواء بقى انت عامله قناه على اليوتيوب او انت بتعملي شغل هاند ميد وبتبيعيه او ايا يكن شغلك ايه. خصصي له وقت محدد علشان ما تحسيش ان في خلط كبير بين المهام بتاعه البيت والمهام بتاعه الشغل. طيب النصيحه التانية: خلي ولادك يعتمدوا على نفسهم، مش بس عشان توفري وقت وعلشان هم يساعدوكي، لكن علشان انت بتبني عندهم شخصية قوية، بيكونوا هم قادرين يعتمدوا على نفسهم، ما يكونوش اتكاليين ومعتمدين عليكي انت في كل حاجة. فده بيكون مفيد ليهم جدا وفي تربيتهم.
طيب حاولي تتخلصي من الكراكيب اللي في بيتك، لان ده بيسهل عليكي جدا مهام التنظيف وبيخلي الدنيا رايقه من حواليكي، فما بتبقيش انت شايله هم التنظيف ان هو عبء عليكي كبير. من خلال الخريطه الذهنيه للبيت بتبتدي ان انت تشوفي كل الغرف اللي عندك ايه الاماكن تجمع كراكيب فيها، وبتبتدي تتخلصي وبتعملي لهم جدول كده كل يوم هتتخلصي من حاجه او هتنظمي درج او دولاب او هكذا. اشتري اداه مساعده لو انت، وده انا كنت قايلاه في الفيديو الاولاني بتاع المراه العامله، لو عندك امكانيه ان انت تجيبي ادوات تساعدك زي غساله الاطباق او اي جهاز ممكن يساعدك او يسهل عليكي مهمه التنظيف، او حتى تجيبي حد يساعدك في التنظيفات العميقه، كل ده مش عيب لو انت ماديا تقدري تعمليه وبيكون رزق لحد تاني. حاولي تعملي تفريزاتك بالشهر لو في امكانيه زي لحوم او خضار، كل ده بيسهل عليكي على مدار الشهر مهمه الطبخ. او انك انت تعملي بالاسبوع الوجبات بتاعه الاسبوع، تخصصي يوم زي يوم السبت مثلا او يوم الجمعه تعملي فيه وجبات الاسبوع، كل ده بيوفر عندك وقت كتير جدا. اوعي تنسي نفسك، لازم تعملي لنفسك روتين خاص يومي واسبوعي وشهري، علشان انت لو ما اهتمتيش بنفسك مش هتقدري تهتمي ببيتك ولا باولادك ولا باي حاجه تانية، فده مهم جدا. فزي ما بتخصصي وقت للبيت ومهام الشغل، لازم تخصصي وقت لرعايتك انت الشخصيه او عنايتك الشخصيه. طيب بعد كده هتخصصي وقت لولادك وزوجك، وده في الغالب بيكون بعد المغرب، بيكون بقى جوزك رجع من الشغل وبيكون ولادك خلاص لو عندهم هوم ورك خلصوه، بتقعدوا بقى مع بعض بتشوفوا فيلم، بتقعدوا كده جو عائلي مع بعض يوميا، ده بنسميه وقت فعال بتتكلموا فيه مع بعض، بيكون وقت مهم جدا كأسرة يعني مع بعض كده، بيكون وقت مهم جدا. وحاولي برضك تخصصي يوم بقى، يوم في الاسبوع كامل يكون يوم عائلي بتخرجي فيه مع عيلتك، بتزوري حد من اهلك، بتقضوه حتى لو في البيت مع بعض يوم عائلي، ده بيبقى يوم كده انت بتفصلي فيه، يعني زي اجازه كده من اي مهام او من اي اعباء، بتجددي فيه نشاطك لبقيه الاسبوع اللي بعديه. طيب اخر نصيحه هنصحها لك، استعيني بالله، ودي اهم نصيحه، لازم نستعين بالله ودايما نردد ذكر لا حول ولا قوه الا بالله. وما تنسيش قبل ما تنامي طبعا تقولي سبحان الله والحمد لله 33 والله اكبر 34، هيكون خير لك من خادم، وهيعينك ان شاء الله تاني يوم على المهام بتاعه البيت. وبس كده، يا رب بقى الفيديو يكون فادك وعجبك، ولو عجبك بقى ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه علشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله، وتعملي لايك وكومنت حلو عشان بيشجعني جدا. يلا باي.